يا ترى ايه اللي هيخطر على بالك لما اقول لك الثلاث كلمات دول؟ طقم اسنان، نضاره، وعكاز. ثلاث حاجات يمكن تحس ان ملهمش علاقه ببعض، بس في الحقيقه الثلاث حاجات دول هم بعبع لاي مريض سكر، لان في الحقيقه مرض السكر مش بس لخبطه في سكر الدم. مرض السكر ليه مضاعفات زي التهاب الاعصاب الطرفي والتهاب الشبكيه والتهابات في المفاصل وسقوط الاسنان وغيرها كتير. ولو في حد مريض سكر بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي فهو فاهم كويس انا بتكلم في ايه، وهيبقى فاهم برضو ان الجزء الاهم لعلاج مرض السكر هو الاكل الصحي، طبعا مع ممارسه الرياضه ان امكن. ولكن خليني النهارده ازود لك حاجه صغيره كده على الدايت بتاعك يمكن تفرق معاك كتير. ماده الكروميوم بايكرينيت، الماده دي هدفها الاساسي انها تحافظ على نسبه السكر في الدم مظبوطه، وكمان بتزود من استجابه خلايا الجسم للانسولين، يعني كمان ممكن يبقى ليها دور في علاج مقاومه الانسولين. وبكده استفدنا حاجتين: قللنا السكر في الدم، والخلايا نفسها استفادت من السكر اللي بدوره هيقلل من الجوع. ولما الجسم ساعتها يعرف يستخدم السكر بطريقه سليمه هينتج طاقه احسن وهيبني عضلات احسن. ويتبقى السؤال: الماده دي موجوده فين؟ الماده دي موجوده في انواع اكل صحي كتير، بس اورجانيك نيشن عملت حاجه حلوه، عملت الكروميوم بايكرونيت في اقراص محتاج تاخد منها قرص كل يوم مع الاكل. بس طبعا ما تاخدش اي سبلمنت من اي نوع الا بعد ما ترجع للدكتور بتاعك لو الف سلام عليك بتتعالج من اي مرض. ما تنساش قبل ما تطلب انك تستخدم البرومو كود دكتور شربجي 10 عشان تاخد خصم 10% على كل المنتجات.